التي تعرض لها شعبنا اليزيدي في شنغال في 3 آب 2014 من قبل تنظيم داعش الإرهابي الداعم من أطراف محلية وإقليمية ودولية مفضلة مصالحها السياسية اللا أخلاقية على الألف من الشعب اليزيدي الأصيل أمام مرء من المجتمع الدولي، ويعتبر هذا اليوم بيوم أسود على الشعب الكردي اليزيدي وعلى البشرية بهدف إبادة وجود الكرد اليزيديين واقتلاع تاريخهم وثقافتهم الأصيلة التي حماها شعبنا بالمقاومة والصمود أمام 73 إبادة. وقد صرح القائد عبد الله أوجلان قبل وقوع المجزرة 74 بفترة قصيرة أنه من المحتمل أن يتعرض الشعب اليزيدي لهجوم دعا فيه إلى حماية اليزيديين، وعلى هذا الأساس توجهت مجموعة من المقاتلين ومقاتلات الجيريلا إلى شنغال، حيث تم اعتقالهم من قبل الحزب الديمقراطي. وفي الهجوم الإرهابي قد تخلت قوات البشمركة التي كانت في شنغال من أجل الدفاع عنهم لم يقوموا بواجبهم وتركوا الشعب اليزيدي لمواجهة المجزرة، وإنما بدفاع بعض من مقاتلي الجيريلا حالوا بدون إتمام المجزرة بحق اليزيديين. لم يتم إنقاذ جميعهم من المجزرة، بل وتم إنقاذ كرامة الديمقراطي الكردستاني أيضا. لذا نحن كمجلس ناحية تربسبية ندين ونستنكر المجزرة التي راحت ضحيتها سبي أكثر من 5000 امرأة وقتل الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ وبصمت دولي وحكومة بغداد والحزب الديمقراطي. ونستنكر الاتفاق بين حكومة بغداد وهولير ضد إرادة شنغال بإتمام المجزرة ودخولهم باتفاق ضد الشعب اليزيدي لتدمير ما نجا من الإرهاب. ونستنكر جميع شهداء شنغال ونوجه بنداء إلى جميع المنظمات القانونية والحقوقية والأممية بالعمل على اعتبار ما حدث في شنغال إبادة جماعية والاعتراف بها كمجزرة الأرمن والسريان والمجازر بحق الكرد في باكور كردستان والمسؤول عنها الدولة التركية، والاعتراف بالإدارة الذاتية لمجتمعنا اليزيدي في شنغال، ونطالب بالقوى اليزيدية بتطوير وتنظيم إدارتها ودفاعهم الذاتي للحفاظ على الديانة اليزيدية. تحيا مقاومة شنغال، تحيا مقاومة الجيريلا، شهيد نامري.